السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل ناس واحلى ناس؟ ايه القرص الجميلة دي اللي ماما هيام عاملاها؟ كل شوية تعمل لنا قرص عسل كده. والله العظيم من حب فيكم بدلنا اعمل لكم اي حاجة حلوة. النهاردة القرص بتاعتنا عاملينها بالقشطة، ويا ريت كان عندي قشطة كتير، كان زمان بحوش قشطة من اللبن. النهاردة شارية قشطة بس وضيفه عليها بقى ايه لبن. واقول لكم بقى المكونات جميله. القرص دي تاكليها عسل، مش محتاجه اي حشوه. المكونات بتاعتنا عباره عن كيلو دقيق وخميره، وبنحط لها شعره سكر اهيت، حبه سكر يعني معلقه سكر. ماما هي بتكلمكم بقى شعره سكر يعني ايه، بتقول لكم المكونات كده بكل بساطه. وحبه ميه دافيه عليها وحبه خل. احنا كده بنخلي الخميره تختمر معانا وايه، ونعمل لها بقى ايه الاختمار عشان ايه هنزيدها بقى في الاخر، هنحطها على القرص دي. القرص دي جميله جميله، اللي هيجربها هيتبسط منها وهيدعي لي. انا اشتريت علبه قشطه كبيره كده مع نص كيلو لبن وعملت بيها. المكونات بتاعتنا عباره عن كيلو دقيق، نص كوبايه سكر، بيكنج باودر، خميره، حبه ميه دافيه لو العجينه محتاجه معانا. هي خدت معايا مج تاني ميه دافيه، ونص كيلو لبن، وكوبايه سمنه برضو. والحاجه اللي هتعايري بيها هي اللي قدامك تعايري بيها. وبسم الله ما شاء الله على الجمال والحلاوه اللي طلعت. القرص انتوا شفتوها في الاول وهتشوفوها بقى اما تتعمل كده معانا، جميله جميله. ادي البيكنج باودر ضفناه على الدقيق اهوت، ادي يا حبايبي. وايه اللي بنضيفه بقى بعديها؟ السكر بقى نحطه، هو هيدوب بقى معانا السكر. المج السكر اهو، معرفش السكر غلوه غمقولي كده، ربنا يسترها ويصلح حال المسلمين يا رب. وادي السمنه بتاعتنا مسخنينها مدفيينها يعني بحيث اللي ايدنا تستحملها اما نيجي نعمل. مش هنعمل بقى كده وهن ايه هنضيفها عليها. مش هنضيف برضو الكميه، انا بحب الحاجه نضيفها بالتدريج، مش نحط الحاجه على كلها جمله كده، لا. انتي برضو بالراحه حسب الحاجه معاك، اما تلاقيها محتاجه وتبسيها تعملي تاني. البس ده بقى فايدته جميله، بيخلي العجينه مفتحه وجميله من جوه، ويخلي القرصه تاكليها كده بتقطم معاكي وتبقى عسل، تبقى اي نعم طريه وعامله زي الفينو بس جميله من جوه. ادي يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. وادي القشطه اللي احنا شاريينها، وربنا يكتر الخير في بيوتنا يا رب، ويخلي الحاجه تبقى رخيصه، والحاجه تبقى الناس تعرف تعمل اي حاجه. ادي بصوا هي علبة قشطة بس صراحة خلتها راحت في حتة تانية، خلتها جميلة، راحت في حتة جميلة، خلت القرصاية عسل وحمرة مش محتاجة اي حاجة خالص. وادي حبة اللبن معانا بنضيفهم بحبة برضو بحبة بالتدريج بعد ما احنا بسينا العجينة. احنا خدنا وقت في البس شوية، ونقوم بقى ايه عجنين العجينة بتاعتنا كده ومخليينها زي العسل كده زيكم كده. ادي الجمال بتاعنا. وحبايبي بقى اوعوا بقى ينسوا اللايك لماما هيام والاشتراك في القناه، يا احلى ناس واجمل ناس في الدنيا. واللي اول مره يخش على القناه ويشوفها بامر الله عجبتك القناه بتاعتنا اشترك فيها وكبر العيله بتاعتنا، وربنا يصلح حالكم يا رب ويديكم الصحه والعافيه. ادي البس معانا، وادي الجمال معانا، وادي احنا بنضيف اللبن تاني ايه قلت لكم الحاجه بالتدريج حبه بحبه بنضيفها بالتدريج. هو هنحتاجه كله يعني، يا ريت ما كنتش احتاج ميه خالص. طول ما انت بتعملي بلبن وبقشطه يبقى زي الفل. فالحاجه بتاعتنا تبقى جميله وعسل كده. ادي يا قلبي اهو الحاجه بتاعتنا الجميله، ربنا يصلح حالكم يا رب ويديكم الصحه والعافيه. ونعجنها كده مع بعضنا. بصوا المعجنات دي اجمل حاجه، انت بتعجني كده تبقى جميله وبركه في البيت وخير في البيت. وشوفي يا عيالك بيروحوا يجيبوا القرصه بكام؟ حبه دقيق على كوبايه سمنه على كوبايه سكر، هتعملي احلى حاجه. والدناها عندك قد كده. والاولاد لو عندك اولاد هتحط لهم بدل السندوتشات في اللانش بوكس وحاجه نظيفه وعاملاها بايديك. ضفنا حبه ميه، قلت لكم مج ميه. وماما هيام بقى بتلقائيه كده بتحط قدامكم كل حاجه كده اكنها في المطبخ كده، مفيش بقى ايه تكلف ولا في بقى ايه اللي هي
بصوا زي ما انا بعمل كده، انا خلاص انتوا اهلي وانتوا عيلتي وحبايبي، هم اللي بيخشوا عليا وناس المحترمه، مفيش اي مشكله. اما ايه كل حاجه كده ايه زي اي بيت كده، ما بيستخدم كل حاجته كده بالطبيعي. ادي العجينه بتاعتنا اهي، الله اكبر عليها، اكتملت وبقت جميله. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا رب كل حد يعمل كل حاجه بطريقه ماما هيم تطلع معاه جميله. ايه بقى اللي في الاخر دي بقى اللي احنا خمرنا الخميره بمعلقتين سكر بمعلقتين دقيق بحبه خل، هنضيفهم بقى في النهايه. بسم الله ما شاء الله على القرص دي، روعه روعه روعه. لو حد جربها وعملها، واللي يحب يجرب يا جماعه، انا قلت في كوبايتين دقيق هتبص تلاقيهم يعملوا لك كوبايتين دول صينيه كده جميله كده، او صاج صغير، احسن ما تشتري من الفرن. الكيلو دلوقتي في القرص دي، ودي معموله بقشطه وبسمنه بلدي، الكيلو معموله بقى بالزيت ده ب 80 جنيه. شوفي بقى انت بتعملي بقى حاجه بقى نظيفه، شوفي بقى تعمل ايه، وشوفي الكيلو ده الله اكبر عمل قد ايه. انت هتشوفي بقى النتيجه وتشوفي ايه النتيجه اللي طلعت في الاخر. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. واهم حاجه قلناها، اللي احنا في اي عجين وفي اي معجنات او في اي اكل بنعمله نقول الى في قريش، ربنا هيزود الخير في بيتنا وفي بيوت المسلمين اجمعين. اذكروا ربنا كده على اي اكل بتعمليه، هتلاقيه زي العسل. كلامي كده ليكوا زي ما انا بعمل والله العظيم بالظبط. لازم انا اقول الحاجه دي ربنا يجعل البركه فيها. بسم الله ما شاء الله. ادي حته السمنه كده في الاخر كده بنعملها كده على الوش، بحيث ان احنا نحط استرتش راب ولا نحط اي حاجه ما تلزقش، وهنحطها بقى في مكان دافي، وهي بقى بتقعد ايه ساعه كده. حطها في مكان دافي كده، عشان يكون في فرن بوتاجاز قبل ما تشغليه كده ولا حاجه، واقفلي عليها تقعد ساعه. وفي الشتاء بقى بتقعد وقت اكتر من كده، هو لسه الدنيا برده ما سقعتش قوي. هنقطع بقى العجينه بتاعتنا اهي، نعملها كور كده صغنونه. احنا ليه بنقطعها وبنعملها كور صغنونه؟ عشان تبقى لما تيجي نفرد القرصه تبقى معانا جميله وتبقى عسل. احنا كده بنعملها ايه عمليه بنخليها ترفع، اللي احنا بنعيد التخمير بتاعها تاني من اول وجديد، اللي هي بترفع بقى القرصايه واحنا بنبططها كده معانا، تبقى سهله وتبقى جميله بقى في الصجان. وانتي برضو ما تدخليش الصجان في الفرن على طول، سيبيها برضو شويه على بره كده 10 دقايق. على فكره كل ما تسيبي العجين بيزداد حلاوه، ما تستعجليش على العجين. تبقى ممكن تبقى عامله ماشيه معايا بالنتيجه وتمشي معايا بكل المكونات صح، واستعجالك اللي يبوظ لك النتيجه. شفتوا الكوره كده صغنونه كده، يعني ايه قد البضايه، وهي شوفوا الله اكبر قد البضايه الكبيره طبعا مش البضايه بتاعت اليومين دول. بصوا عملنا اهي، فردنا القرص اهي، وهنعمل بقى الكميه الباقيه واوريكم بقى احلى قرص بامر الله. وكل يا رب اللي يعمل بالطريقه بتاعتي دي تطلع معاه الحاجه ناجحه وجميله، ويدعي لماما هيام. وشكرا على كل الناس اللي بيدعمونا، والف شكر على الناس اللي بيكتبوا لنا اي كلمه، الف شكر لكم يا حبايبي. اهي بتبططيها على ايديكي كده وبتقومي حطاها. عايزه تبططيها على صينيه تبططيها، بس انا ببططها على ايديا ليه؟ عشان ما تلزقش في الصينيه. عايزه تدهني الصينيه كده بالفرشه وتبططيها زي ما انا عملت لكم، بوريكم الطريقتين. تعملي برده كده وترجعي تعمليها، تعدليها على ايدك وتعدليها كده، تخليها تسويها كده من الجناب. ادي يا حبايبي الكميه اللي طلعت معانا من كيلو دقيق. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شفتوا يا جماعه اي حاجه بيبقى فيها ذكر الله، الله اكبر ربنا بيبارك فيها. عمرك حاجتك ما تبوظ، ولا حاجتك مهما تعملي باقل الامكانيات وتلاقي حاجتك بسم الله ما شاء الله. انا قلت لكم المفروض اللي انا كنت اعمل، شوفوا النتيجه، اعمل كلها بقشطه، يجي نص كيلو قشطه، هي علبه قشطه مع نص كيلو لبن، عمل لنا القرص العسل الجميله دي. ادي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله الجمال بتاعها والحاجه الجميله بتاعتها. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وادي العسل بصوا بتتقطم وبتدوب كده، عامل بصوا الطراوه بتاعتها جميله. طبعا الكاميرا بتاعت التليفون ولا الحاجات دي ما بتجيبش الحاجه كويسه. وما تنسوش اللايك، يا اجدع ناس واحلى ناس في الدنيا، ومع الف مليون سلامه، واشوفوا الشكوى على الف خير.